يبقى لو جينا من رأس الدايرة، من رأس الهرم واحنا نازلين الدايرة الصغرى خالص، الإحسان يقول لك هو أعم من جهة نفسه أخص من جهة أهله. أنا عكست في المرة الأولى، الإحسان أخص من جهة نفسه، بمعنى أعم من جهة نفسه، بمعنى إيه؟ كل محسن مؤمن ومسلم، خلاص، وليس كل مسلم مؤمنا فضلا عن أن يكون محسنا، فيبقى الإحسان من جهة أهله أقل. طب تعريف الإحسان كما عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى العبد إذا كان يعلم أن الله عز وجل ينظر إليه ويراقبه، وقدر له أن يراه، قدر له أن هو الإيمان يعظم في قلبه لدرجة أنه كأنه يراه. في حديث أبي هريرة لما سأل الله عز وجل جبريل عليه السلام عن هؤلاء الذاكرين فقال هل رأوني؟ قال لا يا رب. قال كيف لو رأوني؟ طب ده قاعد لا يرى الله عز وجل، إنما يستحضر عظمته ومقامه وخشيته في قلبه، فيحمله هذا على الذكر لله عز وجل وهو لم يره. كيف لو رآه؟ قال لازداد لك حمدا وتسبيحا هل رأوا الجنة؟ ماذا يطلبون؟ الجنة. هل رأوها؟ قال لا. قال كيف لو رأوها؟ يبقى لو أن رجلا استطاع أن يستحضر مقام الله عز وجل في قلبه ويأخذ بها الإيمان من الآيات والأحاديث التي وصفت رب العزة تبارك وتعالى، ولم يحرف أسماءه ولا صفاته، وأخذها كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والمسلمون التابعون بإحسان من بعده، تصور أن هذا الرجل إذا رأى ربه أو علم أن ربه يرى فانشغل بذكر الله تبارك وتعالى، فهذا يملأ قلبه عن كل مراد له من الخلق. فالإنسان الذي يعيش لربه تبارك وتعالى ذاكرا له حصل قبة الإسلام. عشان كده كما ذكرت قبل ذلك شرع أو جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان دعاء الكرب الثناء على الرب تبارك وتعالى. أنت مكروب وواقع في ورطة فانشغلت بالثناء على الله عن طلب حاجتك، تقول يا رب أنا في ورطة خلصني من الورطة مثلا، لا، انشغلت عن مصلحتك وعن حظ نفسك بالثناء على ربك. دعاء الكرب اللي هو لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض وما بينهما رب العرش الكريم. لما سئل سفيان بن عيينة إن هذا ليس بدعاء إنما هو ثناء، فأنشد أبيات عبد الله بن جدعان أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان اللي فيها أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء. قال هذا مخلوق وقد كفاه الثناء، فكيف بالله عز وجل؟ ليه؟ لأن الحقيقة الصورة دي صورة بهية للغاية، وأنا ما شفتش حد في محفوظي من الشعر وقراءات يعني وصف أحدا مثل ما وصف أمية بن أبي الصلت عبد الله بن جدعان، لأنه بيقول له بيقول أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك. مين اللي المفروض يستحيي؟ اللي بيمد إيده بالأخذ ولا الذي يمد يده بالعطاء؟ اللي يمد يده بالأخذ هو اللي يستحي المفروض، يعني هو بياخد يحط وشه في الأرض ومكسوف من نفسه. لا، ده الصورة اتعكست، ده مين اللي مكسوف؟ الذي يعطي، هو اللي عنده حياء، يعني يقول ايه والله خد مش قد المقام، كان نفسي اديك اكتر من كده مثلا، ويبقى ايه متعثر في اذياله ومش عارف يعمل حاجه. هو ده معنى الكلام، اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك مني لما اتيك ان شيمتك الحياء صفه اصليه، صفه فيه، اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء.
بس يا ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك لنا. اول ما يقول الكلمتين دول مش محتاج يقول له والله انا محتاج قرشين ولا محتاج تديني يعني مش عارف ايه ولا الكلام، مجرد بس ما يثني عليه. فكيف بالله عز وجل لما انا وهو يعلم حالي ويعلم انني موروث وانني في كرب والكلام ده، ومع ذلك شغلت لساني وقلبي بالثناء عليه تبارك وتعالى وتسبيحه وتحميده، فليس العيش الا معه تبارك وتعالى. عشان كده إذا نظرت إلى جيل الصحابة لا ترى الإسلام أيسر مما كان في جيلهم، لا عقد ولا مشاكل ولا صعوبة، إنما تشعر بالصعوبة البالغة إذا نزل إلى يعني التابعين، صغار التابعين كده وانت نازل، لما ظهر بقى الصعق والخرق والبتاع الكلام ده في عباد البصرة والكوفة والجماعة دول، وبدأت المسائل تتعقد شوية ويعقدونها بالألفاظ، يدخل الألفاظ في بعضها لدرجة أن أنت تشعر أنك عايز تفك الألفاظ. يعني شوف لما ننزل تحت ونشوف أبو إسماعيل الهروي صاحب منازل السالكين اللي ابن القيم شرحها، منتهى التعقيد، منتهى التعقيد. يعني أنت لو ابن القيم ما شرحش القصة دي لا أنت بقى مش هتفهم ولا كلمة. هي القصص كده، هي السلوك والمنازل والكلام ده، هذا التعقيد؟ لا، ليس بهذا التعقيد. اطلع لفوق لجيل الصحابة والكلام ده تلاقي هؤلاء الذين كانوا أولياء الله حقا. عايز تعرف تريد أن تعرف العيش مع الله، كان مع هؤلاء منتهى اليسر منتهى البساطة، لا تشعر كما قلت بأي نوع من أنواع التعقيد. يمكن من أعقد العبارات اللي أنا أو الكلام اللي أنا قرأته مثلا عن الصحابة كلام أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال في الحديث الذي رواه البخاري موقوفا عليه، قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها زمان النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. يمكن ده من أشد ما وقفت عليه، ودي يعني لها طبعا تأويل واسع جدا، وإن المسألة دي إنما خرجت بلسان أهل الورع ولم تخرج بلسان الحلال والحرام، لأن ما فيش حاجة اسمها كبيرة على زمان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ممكن تبقى أدق من الشعر، لأن تعريف الكبيرة معروف، لكن أهل الورع يستعظمون جدا ما يعني ينتعش به أهل الجواز، أهل الجواز والجائز، يعني أهل الحلال والحرام. فالدنيا إنما يخف مكروبها وكربها بذكر الله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى مالك الدنيا والآخرة. ربما أعطاك فضللت فحجب عنك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا وقوله الصدق، إن الله سبحانه وتعالى ما من داع يدعو ربه عز وجل إلا أعطاه إلا أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وقال الله عز وجل قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أستجب لكم أي في المعروف، لا يكون بقطيعة رحم ولا إثم. خلاص، هذا وعد من الله عز وجل أن يستجيب. طب أنا دعوت ربي عز وجل أن يرزقني ولدا، وأمرغ وجهي في التراب ليل نهار اللهم ارزقني ولدا، ومع ذلك لم يرزقني ولدا. يبقى إيه الحل؟ ليه؟ أهل الإيمان يقدر أنه ربما رزقه بولد فأشقاه، مش لازم يبقى شقي، لكن ينزل فيه الأمراض كلها، ينزل أصم، ينزل أعمى، ينزل مخدج الأطراف، في الأمراض كلها. ألف في الكرة الأرضية علشان أبحث عن علاج وأصرف واستلف، لم أستمتع بالولد، إنما دائما أبكي عليه. طلعت بنت عامية، طب البنت دي يعني هتتزوج، لو كان ولد ماشي الحال، لكن بنت وعامية. طب ده النهاردة البنات وصلوا ل40 سنة وما اتجوزوش، السوق راكدة تماما وواقفة، المطلقة بيبقى محكوم عليها بالإعدام. خلاص مين هتزوج مطلقة؟ الأبكار على قفا من يشيل على المصاطب اهو، فيش حد بيتزوج. ويوم ما الشاب يحب يتزوج ويعيش على الحديدة على البرش وكده مخدة حشوها ليف، عايز له 10,000 جنيه. ده يعني 10,000 جنيه على أساس إنه هيجيب خاتم من حديد ويعيش على البرش كتمهيد للسجن يعني
وعايش كده مبلط في الخط وعايز 10,000 جنيه. طب النهارده لو وجد له وظيفة هيتوظف بكام؟